82 عاما هي سني حياته التي أمضاها في صناعة ودعم الإرهاب ونشر ثقافة التطرف والتحريض على خصومه السياسيين، مستغلا موقعه كرئيس لما سمي بهيئة علماء اليمن. عبد المجيد عزيز الزنداني الصيدلاني الذي تحول بقدرة قادر إلى عالم شامل لا يعجز عن تقديم الحلول لكل المشكلات والأمراض المستعصية. ففي الاقتصاد ادعى أن لديه علاجا للفقر كفيلا بأن يجعل اليمن بلدا خاليا من الفقراء. وفي علوم الطب ارتدى الرجل معطف الطبيب وبشر العالم باختراع علاج ناجع لمرض الإيدز ووباء كورونا وأمراض أخرى، وهي الأمراض التي عجزت أضخم المختبرات ومراكز البحوث الطبية عن اكتشاف أو اختراع علاج لها. وفي السياسة حرم الحزبية والدستور وكفر السياسيين، ثم تزعم حزبا سياسيا وأقام تحالفات مع أحزاب اشتراكية ودافع عن الدستور لاحقا. كان من مؤسسي تنظيم القاعدة، وتولى مهمة تجنيد الشباب اليمني وإرسالهم للقتال في أفغانستان، وعند عودتهم أعاد تنظيم صفوفهم ووجههم لقتال شعب الجنوب بوصفه شعبا كافرا حسب فتواه وفتاوى قيادة حزب الإصلاح كالديلمي وصعتر. نعاه تنظيم القاعدة معتبرا رحيله خسارة كبيرة، في حين وصفته وسائل إعلام كبرى بالأب الروحي لزعيم القاعدة أسامة بن لادن، رغم تصدره لما أسماه هو بالإعجاز العلمي وزعامته لأكبر حزب ديني يمني، إلا أن حركات دينية أخرى نفت عنه صفة العالم الديني وحذرت منها، بل وصل أن وصفه رجل الدين السلفي البارز الشيخ مقبل الوادعي بالضال والمضل والدجال وكبير الدجاجلة حد قوله. في جنوب اليمن لا يذكر عبد المجيد الزنداني إلا وتذكر الناس بوجع صارخ جريمة تصفية الفتاة العدنية لينا ابنة وزير العدل الجنوبي حينها مصطفى عبد الخالق بالعام 92 ميلادية، والتي عثر عليها مقتولة في فناء منزله. مع إعلان وفاة الزنداني في العاصمة الاقتصادية لتركيا اسطنبول، طالب آلاف الناشطين باستعادة حصتهم من أسهم شركة الأحياء البحرية والسمكية المقدرة بالمليارات من العملة المحلية والمصادرة من قبل الزنداني منذ العام 96، حد أن قال أحدهم بعدم جواز الصلاة عليه حتى سدد ما عليه من دين. صقور الجنوب.